تعالوا اعرفكم على سر الشاورما المصريه الاصيله. نص دستة فتح فرع جديد في مكان حلو قوي، فيو لذيذ وقعده حلوه وشيك، والمكان دورين في بنزينة تشيل اوت جنوب الاكاديميه. فتعالوا نشوف اختراعات نص دستة في الحواوشي والشاورما المصري تفرق ايه عن اي شاورما تانية. طماطم وبقدونس ونعناع. واكتشفت ان هم عاملين اضافه خاصه بيهم، حاجه كلنا بنحبها والاكيله بس اللي يعرفوها. نطلع من عالم الشاورما على اختراعات الحواوشي اللي مبدئيا كده بيتعمل على الفحم في فرن بيضغط الهواء فبيطلع مستوي حلو قوي من كل الاتجاهات. والاختراع ده شاورما لحمه على حواوشي، واول مره اعرف ان في حواوشي فراخ وممكن كمان يتضاف له شاورما فراخ. والكبسوله دي كانت بتتعمل زمان حلويات في البيوت، وكفايه دايت قوي لحد كده، وجبنا من كل حاجه عشان نبقى جربنا كل حاجه، مش محتاجه حاجه يعني. وهنسيب الرايب ده في الاخر عشان نهضم بيه. نبدا بالشاورما. الشاورما حلوه قوي ومخدومه سواء كان لحمه او فراخ، وعندهم كمان مقاس كبير اسمه الهامر، والهامر شاورما ميكس اوبشن حلو قوي لو ليك في الميكسات. الصراحه اتكيفت قوي من الحواوشي على الفحم والطحينه التقيله زي الكبابجيه بتوع زمان، والشاورما لحمه على الحواوشي لحمه ده فعلا اللي اتقال عليه اختراع. والناس اللي ملهاش في اللحمه بس نفسها في حواوشي، فالحواوشي فراخ طعمه اكنك بتاكل حواوشي لحمه بالظبط. انا بحب اللحمه. وده الحواوشي الحلو، عجوه بالمكسرات معموله زي الحواوشي بس بالزبده. وخلونا نريح ونهضم ونشوفكم في فيديو جديد.